عايزه اكمل نفس القضيه اللي اتكلمت مع حضراتكم فيها بتاعه ان العيان بيروح للدكتور، بس المره دي بقى انا عايزه اقول اني اخيرا راضيه عن الطريقه اللي انا بمارس بيها المهنه. اللي انا بعمله انا والدكتوره جاكلين في الحياه في العياده الخاصه طبعا مش متاح لكل الناس، لكن على الاقل طالما في 2 دكتورين بيشوفوا الناس على الاقل يبقى في دكتور واحد في الاماكن الحكوميه. احنا بنعمل ايه هنا؟ احنا لما بيجي لنا العيان بنقعد احنا الاثنين مع بعض نسمعه. تمام. ليه؟ لان هذا العيان محبط ولف كتير ومحتاج يتسمع كتير. فرق معاهم جدا جدا انه في 2 مش واحد هو اللي بيسمع، والاثنين دارسين حاجه اسمها CBT، العلاج المعرفي السلوكي، عارفين يردوا امتى وعارفين يقوموا امتى وعارفين امتى يقولوا ان دي فكره غلط لازم تشيلها. العيان الله يعينها جاكلين بيدخل علينا بفايلز قد كده، في الاخر احنا بنيجي بنفرغ المعامل دي اللي هي احدث حاجه، لكن هي بتمسك ويتمقع عينيها كلهم بقى بيجوا بالموبايل دلوقتي. بتمسك كل الحاجه بتاعه 24 و23 و20 عشان بنعمل حاجه زي كيرف كده للعيان. هي دلوقتي ما عندهاش انيميا، لكن قبل كده كان عندها ايه وخفت ازاي وتعالجت على جرعات ايه. بنطلب انفستيجيشنز، لكن الاهم من كل ده انه في شيرنج في الديسيجن. والحقيقه انا اشهد ان وجود جاكلين جنبي ساعدني كتير جدا في تغيير قرارات اون ذا سبوت. لما بنيجي لفقره البلان بنكتبها على ورقه بيضاء طبقا للكلام اللي قاله العيان. وهنا برضو المكونات اللي بتبقى في دماغي علشان انتي انفلاماتوري دايت او جاكلين بتقعد تطلعها ريسيبيز للعيانين. لما نيجي للسبلمنتس بتراجع كل اللي بنراجع مع بعض الدراج بتاع الهيستوري بتاع العيان. وكتير جدا انا وهي بنلاقي انه في ادويه احنا مش عارفينها. يعني مثال كده، ايه الحاجات اللي انا اقعد اقول لك من فضلك دوري لنا عليها، انا مش عارفه ايه الدواء ده، وبعد ما ندور عليه يطلع وثيق الصله بالمشكله اللي عند العيان. في ادويه كتير ما بنبقاش عارفينها. ساعات ادويه نفسيه او ساعات ادويه العلاج البيولوجي او ما بقيناش ما خدناهاش في كليه الطب يا جماعه. الطب اتقدم كتير عن ما اشتغلنا، فاحنا محتاجين نكون 2 دكاتره. والحقيقه في الاول ما كانش الناس فاهمين ده وفاهمين ان هي مساعد، وعلشان هي بتكتب مثلا الروشتة والتحاليل. وانا كنت بقف كثيرا مستغربه، هو انت ازاي مش متضايقه من حاجه زي كده؟ وان الاوان بقى ان انا اسالها انت ليه مش متضايقه. عمري ما شفتك متضايقه لما حد بيقول المساعده وانا اقول له لا دي الدكتوره جاكلين ليه بقى؟ الحقيقه انت بتقوليها الدكتوره جاكلين وماي بارتنر وده انا شايلهولك بشكل شخصي فوق راسي جدا. لان انا الاول انا كنت جايه هنا على هذا الاساس ان انا بتعلم من الست دي قامه كبيره جدا، وان انا فخوره اصلا ان انا قاعده جنبها. فده كان بالنسبه لي عادي، مع اني انا بقالي يعني كتير جدا. انا اصلا تخصصي نسا، وقعدت اكتر من 16 سنه بشتغل نسا، ولكن انا كان عندي فاليو محدده ان انا دي فرصه عظيمه ان انا اتعلم من حد زي كده. فلما قعدت جنبها وخدت الفرصه دي لقيت انها بتديني فرصه اكبر، لقيت انها بتديني فرصه ان انا اشترك في القرار، ديسيجن ميكر، الاضافه. ده حقيقي. ان انا الاول انا كنت بقعد ساكته تماما واخد منها واتلقى فقط، حتى لو انا عندي راي ما كنتش بقوله. ولكن بعد كده مع العشره لقيت انها لا، احنا بنتناقش، احنا فعلا بنعمل كونسولتو او كوميسيون اللي الناس اللي هو في الدول المتقدمه انا ببعت تحاليلي وحاجتي ويجتمع الاطباء في التخصصات او في نفس التخصص عشان ياخدوا قرار واحد لمصلحه المريض. احنا عملناه هنا وبشكل فعلا جديد، واعتقد ان هو مش مكرر ولا مش موجود في اي حته. موجود. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، هو انا ليه مش متضايقه او بسمح لك او بديكي المساحه بانك انت تبقي ديسيجن ميكر وتديني الاضافه وبسالك قدام العيان من فضلك شوفي لي ده؟ لاني كانسان خبره طويله وعندي علم عارفه ان الموضوع كبير، انا نفسي ما اقدرش اغطيه، لانه في ادويه كتير جدا بسايد افكتس كتيره جدا لا يمكن اكون عارفاها. لانه عيان السمنه لما بيجي العياده بيبقى عنده 4-5 ملفات امراض تانية من تخصصات تانية انا ما اعرفش عنها حاجه او عندي فيها قشور. فهي لما بدات ان هي تبقى معايا على نفس الستاندرد، خلاص عندنا التول كاطباء. ليه؟ لان زي ما قلت لكم انا واحده تغذيه وهي تغذيه، احنا الاثنين فانكشنال ميديسن، بس احنا جايين من خلفيه كلينيكال. انا بطنه وجهاز هضمي وكبد، وهي دكتوره نساء، وطبعا معظم العيانين بتوعنا سيدات فعندها خلفيه في حاجات كتير.
كل الحاجات دي مع بعض بتخلينا نحفر كده، وكل عيان نفصفصه ونطلع عنده حاجات كتير. انا بقى سؤالي اللي انا بسأله للمجتمع، لما استاذ دكتور واخصائي كبير قد كده 16 سنه دكتوره نسا، بنقعد احنا الاثنين راسنا في راس بعض نذاكر كل عيان، ومع ذلك بنبقى محتاجين السبورت ده، ومحتاجين نفتح النت. بتفتحي النت كم مره تقريبا؟ كل عيان بنحتاج نفتح الدراجز وبيجي لنا انفستيجيشن مش عارفينها لان ما خدناهاش. اخر مره طلعنا على كل الطب كان واحنا في البكالوريوس. ازاي ممكن يجي جرأة لحد مش متخصص ان يعمل نفس اللي احنا بنعمله؟ هي بتيجي في حالة واحدة بس، لما تكون مش عارف انت بتعمل ايه. لانه لما بنكون نعلم بنخاف، انما الذي لا يخاف هو الذي لا يعلم. هو مش عارف هو بيعمل ايه، فاكر ان هو كيلوات زيادة يعني اكل زيادة يعني نقلل الاكل يعني الدنيا هتبقى تمام. حبيت اقول اني اخيرا بعد اكتر من 15 سنه في التخصص عرفت اعمل النموذج اللي انا حباه، اللي هو الكونسلتو الام دي تي. العيان الواحد يسمعوا 2 دكاتره يتخذوا القرار مع بعض، يتبادلوا النولج مع بعض. وياما جاكلين صلحتني، مش شرط المعلومات اللي انا عارفاها، معلومات جديده عليا، لانه الطب بيتقدم وانا مش هعرف الاحق كل التخصصات. عشان كده نفسي ما تنسيش جزء السي بي تي ده، فعلا ده حقيقي، ده بيفرق مع العيان جدا. نص كلامنا في العياده نفسي، جزء منه دراسه اللي احنا درسناها والكورس اللي احنا عملناه، وجزء منه خبره. ايوه طبعا، من كل ما بنشوف الاف العيانين كل عيان قصه جديده. فاذا الحمد لله راضيه عن اللي انا بعمله، وانا عارفه ان جاكلين راضيه وفرحانه من اللي احنا بنعمله سوا مع كل عيان، بس اتمنى انه الحد الادنى يتاح لكل مريض مصري في الاماكن الحكوميه على الاقل دكتور. مش لازم يبقى 2 زينا، بس احنا محتاجين دكتور. وليكي قصه في تخص هذه القضيه. ايوه، الوجع النتع اللي انا بنتعه جامد ده وراه قصه يا جماعه. وراه قصه، وان شاء الله هنعملها حلقه في واجعلي وزيرا. طلعتها مني ان شاء الله الجمعه الجايه باذن الله. شكرا.